تشرب شاي معايا؟ كوباية شاي؟ تقدر تصدق ان كوباية الشاي دي كانت اغلى من الذهب؟ اوعى تستهون بكوباية الشاي دي. ده زمان كان سبب في حروب ودول تفلس، انجلترا في الصين. تشرب شاي معايا؟ في القرن ال 18 وال 19 انجلترا كانت بتدفع فضة وذهب عشان يستوردوا بس الشاي من الصين. ثورة الشاي في امريكا، ده حتى امريكا عملت ثورة بسبب الضرايب على الشاي وسموها حفلة الشاي في بوسطن. كوباية شاي؟ يعني كوباية الشاي اللي أنا باشربها دلوقتي دي زمان كانت بتقلب حكومات ودول. يلا أخلص كوباية الشاي دي بسرعة قبل ما يغلوها. تيجي تشرب شاي؟ كنت معاكم في الدولاب. أنت هتاكل علقة. ايه يا ابني يا حبيبي يا الملح يا جماعة من مرتب الجنود لكيس ب5 جنيه. تخيل إن زمان الملح كان أغلى من الذهب. أخيرا مش هقول القرن 19، الإمبراطورية الرومانية كانوا بيدوا الجنود مرتباتهم بالملح. ومش عارفة أصل المعلومة دي صح ولا لأ، بس هما بيقولوا إن من هنا جه مصطلح كلمة salary. يعني تخيل كده لو أنت كنت في زمانهم، بدل ما تاخد مرتبك اللي يا دوبك مكفيك هيقولوا لك خد شوية ملح أو كيسين على حسب بقى أنت وحظك. وكمان في العصور الوسطى الملح كان رمز غني، كان اللي كان عنده ملح كتير كانوا يعتبروه باشا، أما الفقير يا دوب يحط رشة صغيرة ويحس إنه عامل فرح وكده يعني. فالخلاصة كده المادة كانت بتحدد مرتبات وحروب، بقت حاجة بتجيبها من البقال، ولو ساعات لقيتها مخرومة ووقعت منك في الشارع انت هتاكل علقة من ماما. طبعا كنت معاكم في الدولاب. بس المصيبة يا جماعة أرجوكم تخيل كده الزيت زمان كان شبه الذهب، يبقى الإزازة دي شبه الذهب. لزقة قوي. دي من انواع الزيوت زيت الزيتون، وده كان موجود زمان للطبقات الراقيه بس، ودلوقتي كمان على فكره الاغنياء وقدماء المصريين كانوا بيستخدموه للتجميل والاكل والطقوس. دلوقتي اي بيت عنده ازازه زيت للقلي مثلا. بس المصيبه ان الزيت في مصر اغلى من بره مصر. انا مش باوفر يا جماعه، بس في ازازه زيت لتر عباد الشمس بتوصل ل 90 جنيه، وفي زيت الذره وده عدى ال100 كمان. وفي اي بلد تانية ممكن تجيب نفس النوع او حاجة قريبة منها برضو بس بنص الثمن. يعني احنا مش بندفع ثمن الزيت بس، لا خالص، ده احنا بندفع الجمرك والاستيراد والدولار ولف بينا يا دنيا. فالزيت بقى منتج في اي بي، مع انه في الاخر بيسخن بطاطس محمرة. يا جماعة أرجوكوا اللي عنده إزازة زيت في البيت يا ريت يحافظ عليها، عشان بعد كده هتتباع في السوق السوداء وهتبقى من الممنوعات. كنت معاكم في الدولاب. منكرات بقى وحاجات من دي، استغفر الله استغفر الله. الحمد لله. كافيار من اكل الفقراء لاغلى طبق في الفنادق. الكافيار يا جماعه اكله اللي دلوقتي لو شفتها في المنيو ممكن تفتكر ان انت بتدفع مقدم شقه. بس الغريب بقى ان الكافيار زمان كان اكل الغلابه بس اللي زيي وزيك. ها الحمد لله. في القرن ال 17 وال 18 تحديدا في روسيا كان بيتوزع على العمال والفلاحين زي العيش المدعم عندنا كده. انا لو كنت في القرن ده كان فاضل دلوقتي واقفه معاهم في الصف. اما بقى في القرن ال 19 الاغنياء اكتشفوه وقالوا عليه ايه ده، واضح انه بيض سمك وشيك كمان. اها اما بقى في اوائل القرن العشرين في امريكا الكافيار كان بيتقدم ببلاش جنب الفول السوداني عشان الناس لما تعطش تشرب اكتر. منكرات بقى وحاجات من دي، استغفر الله استغفر الله. اما دلوقتي بقى هتلاقي معلقه كافيار واحده بس بتمن السبلايز اللي بتجيبوا لعيالكم. على فكره انا مش باوفر، هو غالي فعلا. يعني من اكل الفقراء اكله لو اكلتها النهارده في مطعم ومش معاك تمنها هتمضي على وصلات امانه تكفيك لمدى الحياه، واحفادك يستلموا منك ان شاء الله. كنت معاكم في الدولاب. هنتخيل ان انا ماسكه فنجان قهوه عشان احنا ما بنحبهاش هنا وما بنشربهاش اصلا. هو صحيح القهوه كانت مشروب الملوك؟ تصدق ان القهوه اللي انت بتشربها من اي كشك دلوقتي زمان كانت مشروب للاغنياء والملوك بس؟ اليمن والشرق الاوسط. القهوه بدات من اليمن في القرن ال15. في اقاويل بتقول ان هي بدات في اثيوبيا وبعد كده راحت لليمن، بس ده مش موضوعنا دلوقتي. ومن هناك انتشرت لتركيا والشرق الاوسط، وكانت غاليه لدرجه انهم سموها النبيذ العربي اوروبا والفي اي بي. لما وصلت في اوروبا في القرن ال17 كان سعرها نار،
واول مقهى في لندن سنة 1652، وكان بيدخلها التجار والسياسيين بس. يعني اللي كان بيشرب القهوة في أوروبا كان يتقال عليه VIP، رمز الثقافة والثراء. القهوة كانت علامة طبقية. هنتخيل ان انا ماسكة فنجان قهوة عشان احنا ما بنحبهاش هنا وما بنشربهاش اصلا، واللي كان يقدر يشتريها يبان انه غني ومتعلم ومثقف كمان. اما النهارده بقت في كل مكان، من افخم كافيه لحد كشك عم محمد اللي على الناصيه، وساعات بيعملها من البسله، كلنا عارفين ده بس مش هنروح نقول. من مشروب الملوك لمشروب الشعب. كنت معاكم في الدولاب. هو عامل كده زي بوجي، من شخص ماشي غلط ومحدش مهتم بيه، من الزباله لاغلى حاجه في الدنيا. تصدقوا ان البنزين زمان كان بيترمي في الزباله واترع؟ والله كان ملوش قيمه زي كده المحتوى اللي من غير تفاعل. اتفاعلوا شويه، ها حكمنا بقى في الفيديوهات دي. في القرن ال19 كانوا عايزين الكروسين، ودي مادة كانوا بينوروا بيها المصابيح زمان، بس لما ظهرت العربيات البترول قلب الترابيزة. بعد ما كان بيترمي في الزبالة وفي الترع بقى ليه مكان في البورصة وأسهمه كل يوم في ارتفاع متزايد. بقى بيحرك الميكروباصات، يرفع سعر الطماطم، يرفع ضغط أنا شخصيا، يغير مزاج السوق، اللي يرزعك فرامل يمسح معالم وشك. Aha. الخلاصة يعني البنزين زمان كان رخص التراب، ما كانش ليه قيمة أصلا. دلوقتي ممكن تبيع كليتك عشان بس تنون عربيتك التسلا، ده لو عندك عربية أصلا. الحال من بعضه على فكرة. هو عامل كده زي بوجي، من شخص ماشي غلط ومحدش مهتم بيه لشخص ناجح وماشي على طريق الصح. ربنا يثبته يا رب. كنت معاكم في الدولاب. السؤال اللي محير البشرية من أيام القدماء المصريين لحد دلوقتي، هو ليه الدهب غالي؟ الندرة. بص، هو الدهب أصلا غالي، يعني مش هتلاقيه مرمي كده على الأرض زي الطوب، لا 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 خالص. ده عشان تجيب جرام واحد بس لازم تطلع جبال وتكسر صخور وتغرب الرمال علشان توصل للحباية دي. بالظبط كده. يعني اللي يفكر يجيب لك أي هدية فيها دهب حرفيا لازم تحطه في النيش عندك، عشان ده مش موجود دلوقتي. الخصائص الغريبة غير كده، الدهب ما بيصديش طبعا، كلنا عارفين المعلومة الجديدة دي طبعا. مثلا لو نسيت سلسلة دهب عند جدتك فوق ال100 سنة، لو عشنا 100 سنة يعني إن شاء الله، هتلاقيها نازلة بتلمع كأنها لسه جاية من عند الصايع. وفوق كده بيتشكل بسهولة، يعني ممكن تعمله سبيكة، ممكن تعمله سلسلة، أو لو مزنوق مثلا ممكن تعملها معلقة شاي. التاريخ والهيبة، من زمان جدا كان القدماء المصريين بيناموا وسط الذهب. والله الرومانيين كانوا بيزينوا التيجان بتاعتهم بالذهب. فدلوقتي لو جبت شبكة ذهب لعروستك يبقى انت الملك رمسيس بنفسه. الذهب يعني الهيبة. العرض والطلب، الموضوع كده وباختصار ان العرض قليل والطلب كتير قوي. يعني في عرسان، في ستات بتحب تشتري ذهب، في بنوك مركزية عايزة تخزن، كله بيشد في الذهب. والنتيجة الدهب طالع فوق. الاقتصاد والازمات. اللي يضحك بقى ان كل ما الدنيا تولع الناس تجري تشتري دهب. حرب، دهب. ازمات اقتصاديه، دهب. التضخم زاد، برضه دهب. الدهب عامل كده زي البطل الخارق، كل ما الدنيا تتبهدل يطلع ينقذ الموقف. خلاصة يا سيدي ان الدهب غالي علشان هو نادر مش موجود، يعني شكله ما يبصش وله تاريخ واسطوره، وطلب عليه دايما عالي. يعني باختصار الدهب عامل زي العريس المطلوب، قليل والكل بيجري وراه واهله مش عايزين يجوزوه. تحبوا نتكلم عن ايه المره الجايه؟ اكتبوا لي في الكومنتات، واكتر تعليق هيجيب لايكات هطلعه معايا في الفيديو اللي جاي. كنت معاكم في الدولاب. صينيه امي مشبعاني. الومنيوم اغلى من الذهب. تصدق ان الالومنيوم اللي احنا بنلف فيه سندوتشات دلوقتي زمان كان اغلى من الذهب؟ في القرن ال19، والله العظيم انا نفسي ارجع للقرن ده قوي يعني، كانوا بيشوفوا ان الالومنيوم معدن نادر جدا، لدرجه ان نابليون الثالث كان بياكل في اطباق الومنيوم والضيوف العاديين في اطباق ذهب. تعبيط في مخك يا نابليون ولا ايه؟ الاختراع اللي قلب الترابيزه. اكتشاف طرق جديده للاستخراج، الالومنيوم بقى رخيص جدا وموجود في كل حاجه. وكما قال الشاعر بوجي، صينيه امي مشبعاني بصفائح البلوبيف والكنز. يعني صينيه جدتك اللي موجوده تحت السرير دلوقتي زمان كان ممكن تتباع وتشتري بيها قصر، يعني دي كان ممكن اجيب بيها شقه صغيره. تخيل كده تقدمها للمعازيم وانت لابس تاج. كنت معاكم في الدولاب. لو سمحت من فضلك البس الفانلة دي، القطن، من الذهب الابيض لتيشيرت اي كلام. القطن المصري يا جماعه زمان كان اغلى من الذهب نفسه. في القرن ال19 لما مصر بدات تزرعه بكميات ضخمه مهوله، اوروبا كلها وقفت له تعظيم سلام. ليه بقى؟ لانهم كانوا بيزرعوا وقتها القطن المصري طويل التيله، كان يعتبر احسن حاجه وقتها، يخلي كده الملايات والهدوم كانك نايم على السحاب. بس خلي بالك القطن وقتها ما كانش لينا احنا،
الطبقات اللي كانت بتستهلكه وقتها الملوك والأمراء في أوروبا بس، يعني الفلاح يزرع ويتعب والمحصول يتصدر، والخواجة ينام على ملايات وقطن مصري، والفلاح يعني ينام على حصيرة. فالخلاصة كده، القطن كان زمان رفاهية للأغنياء والطبقات الراقية بره مصر وجوه مصر، أما دلوقتي بقى موجود عادي في السوق بس ما عادش زي زمان. قطن قصير التيلة هو فين؟ أنا لا أراه. محدش شاف قطن هنا يا جماعة؟ لو سمحت من فضلك البس الفلانة دي. كنت معاكم في الدولاب. يبقى انت كده رسميا ملياردير. هو السكر الابيض كان الكنز الابيض؟ تصدق دلوقتي ان السكر اللي عندك في المطبخ كان اغلى من الذهب؟ والله انا عماله استكشف حاجات غاليه في المطبخ او كانت غاليه، يعني لو عندك اي حاجه فيها سكر في المطبخ يبقى انت كده رسميا ملياردير. الهند، العرب، اوروبا. الهند اول بلد زرعت السكر، بس العرب قالوا لا يا حبيبي ده بتاعنا، واحتكروه وباعوه في اوروبا باسعار خياليه. اسبانيا في ايطاليا. اسبانيا وايطاليا في العصور الوسطى كانوا بيتعاملوا مع السكر زي التوابل. فاكرين حلقه الفلفل؟ ها. واللي كان عنده سكر في البيت كان بيتمنظر بيه قدام الناس كانه لابس ساعه رولكس. انجلترا وفرنسا في القرن ال 17 وال 18. قرن ال 17 وال 18 دول تعبوا معايا في كل الحلقات. انجلترا وفرنسا كانوا بيشوفوا ان السكر علامه طبقيه، يعني الكوبايه اللي فيها معلقه سكر كانك بتقول شوف انت جاي منين وانا جاي منين. إيه لا العكس. اما النهارده احنا بنرمي نص كيس السكر في كوبايه كركديه. يلا حط سكر على مزاجك بس ما تنساش تعمل دايت بعدين، ها. اما اروح ارجعها البرطمان تاني. كنت معاكم في الدولاب. زي ترند هايدي وكيس الشيبسي ب5 جنيه ده. اللحمه من طبق يومي لطبق موسمي. كانت زمان زي الميه في كل بيت وفي كل طبق، يعني الجمعه لازم فته، في رمضان لازم محشي بالكوارع، في العيد الكبير فته وممبار. ده حتى القطط في الشوارع كانت بتتغدى لحمه. دلوقتي اللحمه بقت حاجه استراتيجيه، يعني ممكن تلاقيها في وسط الترندات زي ترند هايدي وكيس الشيبسي ب5 جنيه ده. في كيس شيبسي ب5 جنيه. بيك شيبس. انت عارف دلوقتي لما تجيب نص كيلو لحمه كانك رايح تجيب خاتم عيار 18. ده حتى في الافراح كمان كانت الحلل بتبقى مليانه لحمه. دلوقتي يا عيني تلاقي العريس يوزع عصير وجاتوه ويستناك على باب القاعه علشان ياخد حسابهم. الخلاصه اللحمه اللي كانت اكله الفقير والغني بقت رفاهيه موسميه زي الساحل الشمالي. كنت معاكم في الدولاب. يا جماعه جربتوا تاكلوا الاكل من غير فلفل اسود؟ الدهب الاسود. الفلفل زمان قوي ما كانش بهارات خالص، ده كان اغلى من الذهب. يعني لو كان وقتها واحد فقير رش شويه فلفل على الاكل كانت الناس تسقف له وتقول له الله ينور يا بيه. كان وقتها الطبقات العاليه في المجتمع كانت بتستعمله كانه معطر للفم. المهر بالفلفل. فلفل، ها. ايوه زي ما انتوا سمعتوا كده. زمان قوي في اوروبا المهر والضرايب كانوا بيدفعوا بالفلفل. رحلات الاستكشاف الاوروبيين اتجننوا وقالوا مش هندفع دهب في شويه فلفل، قاموا عاملين رحلات استكشاف عشان يدوروا فيها على الهند. ومن هنا فاسكو دا غاما قال نولون الخريطه ونشد الرحال، وكريستوس طلع يدور على الفلفل. وبسبب الرحله دي كريستوس اكتشف الامريكيتين، يعني امريكا كلها اكتشفت عشان شويه بهارات. لو كنا عايشين وقتها ومعايا الحبه دول كنت هبقى اغنى اغنياء العالم. ليه لا. كنت معاكم في الدولاب.